70% من الناس اللي بتيجي لنا بيقولوا إن إحنا بنخاف منكم جدًا، 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 فأنت مش لوحدك، ومش كل الناس اللي خايفة هي بتهرب وبتقول كده عشان تهرب من دكتور الأسنان. ناس كتير جدًا منهم فعلًا مرّوا بتجربة سيئة، أوقات كتير جدًا الشخص ده بس كان محتاج حد يفهمه. الخوف من الدكتور ده ممكن يكون بسبب تجربة سيئة الشخص عدّى بيها، أو خوف من صوت وشكل الأجهزة، أو من حقنة البنج نفسها. في العيادة عندنا بنعمل حاجة بسيطة كده لكن بتفرق كتير جدًا، جدًا، زي إننا نشرح لك كل خطوة قبل ما نعملها، وكمان بنستخدم أدوات حديثة تقلل الألم قدر الإمكان. كمان بنشتغل على مراحل، يعني مش من فجأة. وبنستخدم بنج موضعي يقلل الألم، ما فيهوش الإحساس المؤلم القديم اللي كان زمان ناس كتير أوي بتحسه. ولو لسه برضه خايف، ففي جلسات بنجهزك فيها نفسيًا من غير ما نشتغل في أسنانك إطلاقًا، بس علشان تتعود على المكان وعلى الدكتور. الخوف طبيعي، لكن واجهه مرة وخلي التجربة مختلفة المرة دي. احجز كشف بسيط، يمكن دي تكون بداية جديدة ما بينك وما بين كرسي الأسنان. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، استنوني في فيديو جديد. سلام.